النهارده هنعمل مع بعض رز المعمر الفلاحي بكل الاسرار والتريكات اللي هتخليه ناجح معاكي من اول مره. من اول ما اتعلمت طريقته من مامتي وانا الحمد لله بقيت استاذه فيه، وهي بتعمله في الفرن البلدي، بس قالت لي على مقاديره بالملي كل التريكات والاسرار اللي هتخليه يطلع معاكي مفلفل واخد اللون الجراتاني التحفه ده. دلوقتي كل المطلوب منكم عايزاكم تتحمسوا كده معايا وتركزوا في كل التريكات اللي هقول لكم عليها، وتحطوا لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 10,000 لايك، وتابعوا معايا للاخر لان في مفاجاه هتعجبكم جدا. ودلوقتي صلوا على النبي في الكومنتات وتعالوا بينا نبدا على طول ونشوف المقادير وطريقه التحضير. اول تركه مامتي قالت لي عليها لو هتعملي الرز المعمر في فرن البوتاجاز، قبل ما تبداي تجهزي طاجن الرز المعمر شغلي الشوايه على اعلى درجه حراره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. تاني خطوه ابداي اغلي الحليب على النار، اغليه كويس جدا وخلي بالك هيعمل معاكي وش اللي هو ده، اوعي ترميه، ده اللي هيديك اللون الجراتاني التحفه جدا. تالت خطوه اغلي ميه في حله على النار او ممكن في الكاتل ايا كان المتوفر فيهم عندك. تالت خطوه هات الرز بتاعك قبل ما تغسليه وفضيه في الطاجن، وخلي المساحه الفاضيه في الطاجن يعني اللي فوق الرز، الفراغ اللي فوق الرز 3 عقلات من صباعك. تمام بالشكل اللي شايفاه ده، لان هو لما هيتغسل هيزيد كمان حوالي عقله ونص، يعني هيتبقى معاكي عقله ونص اللي هو لما هيخش بقى الفرن هيستوي ويملى البرام بتاعك او الطاجن بتاعك. فاهمين قصدي؟ الطريقه طبعا للمبتدئين واللي حابين يعملوا رز ناجح من اول مره، انا عملت معاكم بالتفصيل. فضيت الرز هروح اغسله كويس جدا وارجع لكم. هنا بعد ما غسلت الرز بتاعي كويس جدا هنزل بيه في الطاجن بالشكل اللي شايفينه ده. طبعا زي ما قلت لكم زاد عن قبل الغسل. تمام، يعني المساحه اللي بقت فاضيه معايا للرز هيستوي فيها بالظبط عقله ونص. شايفين زاد قد ايه؟ بعد الغسيل بيزيد. تمام. بعد كده هضيف معلقه كبيره ممسوحه من الملح، وحاولي تقلبي الملح كده علشان ما يتركزش في جزء معين. تمام. بعدين لو عندك قشطه ضيفي معلقه، لو مفيش خلاص تقدري تستغني عنها تماما. دي قشطه بحوشها من وش اللبن، يعني مش شاريها ولا اي حاجه، موجوده عندك خير وبركه، مش موجوده تقدري تستغني عنها. لو عندك كمان سمنه بلدي حابه تضيفي ضيفي، الموجود عندك. انا دايما اصلا بعمل من غير القشطه وبيطلع بنفس النتيجه. بعد ما ضفنا القشطه وقلبناها كويس في الرز بالشكل ده هنبتدي نجيب الميه اللي احنا غليناها ونضيف ليها الحليب. طب بضيف قد ايه حليب وقد ايه ميه؟ اولا لازم تضيفي ميه، لو عايزه الرز بتاعك يطلع مفلفل لازم تضيفي ميه، ما ينفعش تعمليه كله حليب. وزي ما قلت لكم الوش بتاع الحليب هيديكي اللون الجراتاني التحفه. طيب بضيف قد ايه ميه؟ يعني مثلا ضيفي كوبايتين حليب وعليهم كوبايه ميه، خلي الحليب ضعف الميه. تمام. وحطي كميه السوائل بالشكل اللي شايفاه ده وابداي قلبي تاني، وبعدين هندخله الفرن بتاعنا، وكانت الشوايه شغاله على اعلى درجه حراره عندنا. واول ما بندخل طاجن الرز الفرن بنولع الفرن من تحت كمان على اعلى درجه حراره عندنا. 5 دقايق بالظبط هتاخدي اللون الجراتاني التحفه ده. عينك على طاجن الرز كل شويه تفتحي تبصي عليه اخد اللون ولا لسه. اول ما ياخد اللون الخطير ده معاكي في الفرن بتطفي على طول الشوايه وبتسيب الرز يغلي لحد لما يتشرب تماما. اول ما تلاقيه اتشرب تبداي تغطيه، وطبعا بتكون طفينا الشوايه ونهدي النار من تحت تكون شمعه بالظبط زي ما شفتي كده. تمام. ونسيبه من ربع ساعه لتلت ساعه. بعد ربع ساعه بتبداي تطلعيه، ومامتي كانت بتجيب معلقه كده وتمسكها من الناحيه دي وتدخل ظهر المعلقه في جنب الطاجن وترفع تجيب من قلب الطاجن تشوف الرز استوى ولا لا. لو قلب الطاجن بتاعنا مستوي خلاص يبقى الرز بتاعنا استوى تماما. ولو مثلا لقيتيه لسه ني شويه تقدري تزوديه نص كوبايه ميه وتغطيه وتدخليه الفرن 5 دقايق بالظبط هيطلع مستوي معاكي وزي الفل. عموما انت لو مشيتي على نفس المقادير والتركات اللي قلتلك عليها هيطلع مظبوط معاكي، مش هتحتاجي تضيفي ميه ولا اي حاجه. الطريقه اللي قلت لكم عليها وكل التركات بجد هتخليكي استاذه في عمل الرز، والناس كلها هتحكي وتتحكي بشطارتك بالطريقه دي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم وصلوه لاكبر عدد من اللايكات، وما تنسوش تشرفوني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وشيروا الفيديو لو حابين، ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات باذن الله هرد عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامة.